الأندية التي تمر بضائقة مالية ممكن أن تستعين بأسماء من الفئات العمرية، وأيضا على مستوى الانسجام الكبير والواضح وتدرج اللاعبين في الفئات العمرية. هذا ما يبني انسجاما كبير وعالي جدا، انسجاما كبيرا وعاليا بين اللاعبين. كرة في وسط الملعب متابعة لنفط البصرة، يجري تغيير واحد الزج باللاعب رحمن علاء صاحب الرقم 19 يشارك في تغيير واحد فقط يجريه السيد علي حسن مولى في هذه المباراة. إلى حارس المرمى عبد الحق خالد، تصل الكرة في هذه اللحظات لمصلحة فريق نادي غازي الشمال. يتركها لزميل اللاعب عبد الله علي، يلعبها إلى الأمام، تصل الكرة في وسط الملعب، الدوران والانطلاق والى الامام، محاول عن طريق مراد، ينطلق ينتظر او مازن اسامه، مازن يمررها داخل منطقه الجزاء، ولكن الكره من هناك بظهر اللاعب احمد فلاح. متابعه غير جيده في كرة الماضيه، وعوده من جديد بهجمه مرتده لفريق نفط البصره. خطأ لنفط البصره في هذه اللحظات. اللاعب ياسين كرار ايضا الذي شارك حديثا في شوط المباراة الثاني. تغييرين للمدرب علي حسن مولى وليس تغيير واحد كما ذكرنا قبل قليل. اللاعب ياسين كرار برقم 6 واللاعب الرحمن على في الرقم 19. يريد تغيير النتيجة المدرب علي حسن مولى، ومن هناك المدرب محمد عمر طرف المقابل. خبرة للمدربين لدى المدربين جيدة مع الفئات العمرية خلال السنوات الماضية التي عملا بها في الفئات العمرية. هذا هو المدرب علي حسن مولى، وهو نجم الكرة البصرية، المدرب القدير حسن مولى الذي يدرب الآن في مركز ومدرسة الموهبة. كثير من الأسماء الذي مثلت نادي الميناء في الفئات العمرية وأندية نفط البصرة وأندية البحري. الكثير من الأسماء كانت انطلاقتها الأولى من مدرسة الموهبة، ومن هناك دكة البدلاء، والأسماء أيضا الواعدة في كرة القدم البصرية نعم مع فريق نادي نفط البصرة. حيدر مصطفى حسين، عباس علي وعباس حيدر ومحمد إبراهيم، علي بدر ومسلم أحمد. هذه الأسماء التي حتى الآن لم يتم استبدالها، لم يتم أو تتم مشاركتها في هذه المباراة. عودة من جديد في وسط الملعب لغازي شمال، عملية تمرير، نقلة على اليسار، محاولة عن طريق اللاعب مصطفى عبد الكريم لغازي شمال، يتركها في الخلف بمحاولة العرضية من جانب مراد خليل. مراد يحاول، مراد ينتظر العرضية ولكن الإبعاد بالراس. متابعة من جديد تصل على مشارف منطقة جزاء، عودة على الجهة اليمين، المتابعة، الإبعاد والعودة في وسط الملعب، تمريرة من جديد، الاستلام والإبعاد والتشتيت أيضا يأتي في هذه اللحظات. لاعب عبد الأمير أو ليس عبد الأمير وإنما عبد الله علي لعبها على اليسار. متابعة تأتي من جانب محمد رضا إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية جانبية لغازي الشمال. عودة من جديد على اليسار، محاولة تمريرة، وصلت عملية الاستلام، استلام من جانب اللاعب باقر سجاد. باقر السريع والمهاري، لاعب من هناك أيضا من الأسماء الواعدة التي انطلقت من مدرسة الموهبة. تعود الكرة من جديد، المدرب علي مولى يمتلك شهادة تدريبية بي ومن مدرسة الموهبة، درب وعمل كثيرا أيضا. كما نكتشف الأسماء الواعدة في بطولات الفئات العمرية، أيضا يمكن أن نكتشف ونشاهد ونتعرف على مدربين من الفئات العمرية. أيضا المدربين يتدرجون في الفئات العمرية حالهم كحال اللاعبين على مستوى أيضا النضوج الكروي، على مستوى مراحل النضوج الكروي والتكتيكي والتدريبي.
على الجهة اليمين مخالفة في وسط الملعب لمصلحة فريق نادي نفط البصرة عن طريق عبد الامين نزار، يرسلها عالية، محاولة بالراس، الله! هدف أول لنفط البصرة وبرأسية رائعة عن طريق باقر سجاد. باقر يسجل، باقر وبرأسية على يسار الحارس عبد الحق خالد يحقق أول الأهداف. هدف أول لمصلحة فريق نفط البصرة في هذه اللحظات، يسجل في هذه الدقائق في لحظة رائعة هدف التقدم لنفط البصرة. هدف أول لنفط البصرة في هذه اللحظات. يتقدم وبراسية يقتنص من خلالها اللاعب باقر سجاد. قبل لحظات كنا تدخل غير رياضي بالمرة في الكرة الماضية بطاقة صفراء. اهدى يا مراد خليل، اهدى. الالتزام بالأخلاق بهكذا عمر، الالتزام بردة الفعل وكظم الغيظ والسيطرة على الأعصاب بهكذا عمر مهم جدا، فهو جزء من تكوين شخصيتك في المستقبل. بالتالي يجب أن كما نتدرج على مستوى الأداء الكروي في الفئات العمرية نتدرج على مستوى الوعي، على مستوى ضبط النفس، على مستوى التعامل الخلقي والجانب الخلقي لدى اللاعبين. كرة للأمام ترسل عالية، محاولة بالراس تصل إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى ضربة مرمى. ضربة مرمى لغازي شمال. سيطرة بصرية على بطولات الفئات العمرية. الرديف حصد فريق نادي نفط البصرة الميناء على مستوى بطولة تحت 19 عاما، وأيضا على مستوى تحت 16 عاما. والآن هل سيكون ثاني الألقاب لنفط البصرة ورابع الألقاب للكرة البصرية في ظل غياب لنفط البصرة في الموسم الحالي؟ غادر دور النجوم في الموسم الماضي. تعود الكرة من جديد في وسط الملعب، نقلة أمامية، استلام بالراس عن طريق عناصر فريق نفط أو غازي شمال، تمرير أمامية متابعة من جانب الدفاع، تأتي من جانب عبد الأمير. هذا هو عبد الأمير، إذا غاب عن التسجيل يحضر بالصناعة، إذا غاب عن الصناعة يأتي دوره بمساهمة بشكل كبير، وفي النهاية يسجل أو يصنع هدف التقدم. تغيير أول للمدرب محمد عمر، يغادر اللاعب جزاع أحمد في هذه اللحظات ويشارك اللاعب أحمد إسماعيل. لتغيير أول يجيه المدرب محمد عمر، إبعاد وتدخل من جانب الدفاع، عودة لمصلحة نفط البصرة، نقل على الجهة اليسار، محاولة المرور من جانب باقر سجاد ولكن متابعة تأتي من جانب الدفاع، عودة، الصراع لا زال مستمرا وحاضرا وفي وسط الميدان. تحولت الكرة وطالت إلى رمية جانبية. باقر سجاد يتركها لمحمد حازم، لعبها على الجهة اليسار، تعود الكرة من جديد إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية لمصلحة فريق نادي نفط البصرة إلى باقر سجاد. باقر سجاد تعود الكرة من جديد، يتركها لعبد الأمير، للقائد، للرائع، للمتألق بطاقة صفراء للاعب باقر سجاد بسبب التأخر في تنفيذ الرمية الجانبية وقتل للوقت بطريقة غير شرعية. عودة في وسط الملعب، تسديدة من جانب محمد رضا وصلت عند حارس المرمى عند عبد الحق خالد، وقف عاجزا أمام الضربة الرأسية. صعبة هي حتى على حراس المرمى المتقدمين، كانت صعبة. لكن حدثني عن عرضية عبد الأمير، كيف أرسلها، كيف أيضا بعثها على رأس اللاعب باقر سجاد وسجل من خلالها هدف التقدم، الهدف الثمين والكبير. من هناك المدرب علي حسن مولى يتابع ويعاين
ويناظر وهو قريب من تتويج الموسم الماضي على هذا الملعب. أخفق بالتتويج لكن حسد الوصافة، ولكن يعتبر تتويج أيضا بمركز ثاني أيضا يعتبر إنجاز. سهل عند حارس المرمى رضا فاضل. فريق نادي نفط البصرة في الأدوار الإقصائية في هذه البطولة. في مباراة الأولى في دور 16 واجه فريق نادي الموصل، في الذهاب حقق الانتصار 1-0، وفي الإياب انتصر نفط البصرة 3-0 ليكون إجمالي تسجيل الأهداف 4-0. بسهولة تأهل إلى ربع النهائي ليضرب موعدا مع القوى الجوية، وحقق الانتصار على القوى الجوية ذهابا وإيابا. ذهابا 1-0، إيابا 3-0 ليحجز بطاقة العبور إلى نصف النهائي، ويضرب موعدا مع فريق نادي الكهرباء الذي يمتلك هداف بطولة الدوري. اللاعب محمد صادق نعم ليضرب موعدا مع فريق نادي الكهرباء في سيمي فاينل وفي نصف نهائي البطولة في المربع الذهبي، ليحقق فريق نادي نفط البصرة الانتصار ب3 أهداف مقابل لا شيء في مجموع المباراتين. المباراة الأولى تعادل سلبي غيم على أحداث اللقاء، وفي الإياب حقق الانتصار بثلاثية نظيفة. صافرة ومخالفة من هناك يشيل وجوهها عباس فاضل قاضي هذه المواجهة. خطأ في مكان خطير على مرمى نفط البصرة، وقريب بالنسبة لطموحات فريق غازي الشمال وغير مستحيل. وعلى تنفيذ الكرة الثابتة قائد الفريق مراد خليل. مراد يتقدم، مراد يفتش، مراد ينتظر الضوء الأخضر لتنفيذ هذا الخطأ، لتنفيذ هذه المخالفة. مراد ينتظر، مراد في هذه اللحظات تأتي الصافرة والتصويب، ولكن في حائط بشري تكون كرة مراد، ولكن إعادة لتنفيذ هذا الخطأ في هذه اللحظات. خطأ من جديد، إعادة تنفيذ المخالفة بسبب تحرك الجدار. محاولة تصويبه، يا الله 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 على كرة خطيرة، كرة خطيرة كانت على مقربة وقامت قوسين من تسجيل التعادل. كرة اللاعب مراد خليل، ولكن على مرتين يتصدى رضا فاضل ويصحح خطأ ويصحح المسار ليبعدها إلى ضربة ركنية ويؤجل التعادل. لا زالت خطيرة، لا زالت تصويبة ومتابعة وإبعاد. وصلت الكرة من جديد في وسط الملعب لمصلحة عناصر فريق غازي شمال. هناك مرور لعبد الله علي، هناك عبور لعبد الله من جديد، مررها أبعدت، عادت من جديد في وسط الملعب عن طريق زيد أحمد. زيد يحاول بتمريرة، عادت من جانب اللاعب مراد خليل الخطير القناص. تمريرة خاطئة عند باقر سجاد. استعادة صاحب الهدف الوحيد والهدف الذهبي والثمين حتى الآن. 20 دقيقة ترسلنا على نهاية الوقت الأصلي. هل سيتابعون؟ هل سيستمرون بهذا التقدم؟ ننتظر. في وسط الملعب تمريرة للأمام وصلت عند حارس المرمى، أو أيضا متابعة تأتي المتابعة في النهاية إلى خارج أرضية الملعب. متابعة حاضرة كانت من جانب عبد الله علي. لغازي شمال تصل من جديد، تعود الكرة، عملية التمرير، استعادة وسيطرة، تمريرة إلى الأمام، أمامية لا زالت حاضرة على اليسار، عملية الاستلام
والاستعادة والسيطرة. متابعة من جانب أيضا مراد خليل. مراد يحاول، مراد لا زالت بحوزة عناصر غازي شمال يحاولون يتقدمون، وصافرة ومخالفة خطأ. نفس المكان تقريبا، نفس المكان الذي أخطر من خلاله مراد ورفاقة مرمى نفط البصرة بكرة ثابتة، بكرة خطيرة. ومن هناك الجانب الروحي والأخلاقي بالتأكيد هو المهم في هكذا فئات عمرية. نزرع في هكذا فئات عمرية، نصقل كالصقل المواهب الفنية والبدنية والفسيولوجية. يجب أن نصقل أيضا الجانب الأخلاقي والروحي لدى اللاعبين. كرة ثابتة، محاولة تصويبة، يا الله، لا زالت يا زالت، والإبعاد والتدخل هذه المرة. يتصدى رضا فاضل، والدفاعات أيضا عبد الأمير. أي عبد الأمير هذا؟ أي لاعب واعد هذا؟ عليكم أن تتذكروا اسم هذا جيدا، هذا اللاعب عبد الأمير نزار، تذكروه واحفظوا اسمه ورسمه، إنه اسم واعد قادم وبقوة إذا تحصل على الفرصة. عودة من جديد، تبعد من جانب الدفاع في وسط الملعب، عملية الاسترداد في وسط الميدان، تمريرة على اليمين، الاستلام، التقدم والمحاولة، ولكن حالة تسلل في الكرة الماضية، بالتالي خطأ لمصلحة غازي شمال. أيضا يمتلك قوة جسمانية ما شاء الله مختلفة عن أقرانه من اللاعبين. عودة من جديد، متابعة للأمام، محاولة، تمريرة على اليمين، الاستلام، المراوغة والتصويبة وإلى الخارج. ركلة جزاء لمصلحة غازي الشمال، ركلة جزاء لمصلحة فرسان شمال، ركلة جزاء لبراعم غازي شمال في لحظات رائعة ومجنونة. تصويبة ولمسة يد، ومن سينفذها؟ نعم، يقرر وجودها حكم المباراة، حكم اللقاء عباس فاضل. لم يتردد ولم يتأنى عن الإشارة لوجودها. وفي النهاية ركلة جزاء لمصلحة غازي الشمال. غازي الشمال أمام فرصة لتعديل النتيجة. غازي الشمال وركلة جزاء يتقدم على تنفيذها. عبد الله علي على تنفيذ ركلة الجزاء وفرصة التعادل. رضا فاضل وعبد الله علي، رضا فاضل وعبد الله، والضوء الأخضر للتنفيذ. الله، هدف التعادل لغازي شمال، ومن علامة الجزاء يسجل، يدون، يعادل غازي الشمال. هدف التعادل يأتي من ركلة جزاء وسط فرحة وتجديد للمنافسة والتحدي. نعم، المنافسة تبعث من جديد بعد ركلة الجزاء وبعد العودة والتعديل. أي لقاء، أي لحظات، إنها أصغر فئة، وهكذا نرى من خلال مواجهتهما كيف تكون الإثارة والمتعة والندية حاضرة. أي مواهب، أي أسماء واعدة ينتظرها المستقبل الكبير. ربع ساعة أخيرة سادة الكرام، ربع ساعة أخيرة تصلنا على النهاية. في حال استمرار التعادل سائد ستذهب المباراة إلى ركلات الترجيح بدون تمديد إلى وقت إضافي أو أشواط إضافية. إصابة لأحد عناصر فريق غازي شمال. بالتأكيد الإصابات تأتي وتحضر وتتواجد، خاصة بعد الأداء الزائد الذي يقدم عناصر الفريقين. أداء أكبر من الأداء في المباريات في منافسات الدوري، بالتالي يقدم اللاعب في المباراة النهائية أداء أكبر
من الأداء الذي كان يقدم جهد أكبر وأداء أكبر، بالإضافة إلى درجات الحرارة المرتفعة التي تؤثر سلبا على اللاعبين، خاصة بهكذا أعمار لا طاقة للتحمل. بالتأكيد ليس كاللاعبين المتقدمين على مستوى أيضا التعامل مع الإجهاد والتحمل وقدرة التحمل. الشكر موصول إلى سيد يوسف مسؤول في قسم المسابقات على المعلومات والأرقام والإحصائيات التي أرفدنا بها وزودنا بها. أيضا شكر موصول إلى الأخ الله الشاعر أيضا المسؤول في قسم أو في إعلام الفئات العمرية على متابعته وأيضا المعلومات التي زودنا بها طيلة منافسات البطولة. فريق نادي غازي شمال واجه في دور ال16 فريق نادي القرمة. في الذهاب حقق الانتصار 2-0 ولكن في الإياب خسر بهدف وحيد، ولكن هذه الخسارة لم تؤثر على مسار الفريق وطريق الفريق للوصول إلى ربع النهائي وبلوغ ربع النهائي. بلغ ربع النهائي البطولة ليواجه فريق نادي البيش مرقة من السليمانية. حقق فريق نادي غازي شمال انتصار في مباراة الذهاب بهدف وحيد، وفي مباراة الإياب حقق الانتصار ب3 أهداف مقابل هدف وحيد. وفي نصف النهائي وفي المربع الذهبي واجه أمانة بغداد، أيضا واجه الصعوبة مثل الصعوبة التي واجهها في المباراة الأولى في دور ال16. في مباراة الذهاب حقق الانتصار 2-0 على فريق أمانة بغداد، وفي مباراة الإياب خسر هنا على هذا الملعب 1-0. فريق غازي شمال وصل إلى النهائي بعد مباراة صعبة أمام فريق أمانة بغداد. عودة في وسط الملعب صافرة تأتي من جانب حكم المباراة تعلن عن وجود خطأ لفريق نادي غازي شمال في وسط الملعب. يعدل النتيجة غازي شمال، يعود من جديد للمنافسة والتحدي، وعن طريق اللاعب عبد الله علي يدرك التعادل من علامة الجزاء. أمامية الكرة وصلت، متابعة من جانب الدفاع، تصل على منطقة الجزاء ومشاري في منطقة الجزاء. عودة بكونتر اتاك سريع، تمرير خاطئ وإبعاد وتدخل، حتى الأهداف جاءت بصعوبة من ركلة جزاء ومن كرة رأسية جاءت من كرة ثابتة. هذا دليل على صعوبة وصول الفريقين إلى مرمى المنافسين، حتى فرص خطرة لم تكن موجودة بشكل كبير. عودة على اليمين، محاولة المرور العرضية، المتابعة من جانب الدفاع، تصل من جديد لدفاعات فريق غازي شمال. تمرير على اليسار، وصلت بمتابعة دفاعية، ترسل كرة عالية، متابعة، الإبعاد من جديد. أمامية الكرة تحولت، لا زالت بحوزة مصطفى عبد الكريم. مصطفى يحاول، الرجل الذي أو اللاعب الذي تسبب بركلة الجزاء، لاعب بمواصفات لاعب كبير بالسن، بخبرة من المتقدمين، يمتلك أنه خبرة متقدمين ما شاء الله، بأداء رائع يقدم هذا اللاعب. على اليسار، تصل من جديد لمصلحة غازي شمال، محاولة تصويب، الله! هدف ثاني لغازي شمال، هدف ثاني لغازي شمال. أي تصويبة، أي هدف، أي هدف، أي تصويبة رائعة، أكبر من عمرك، أكبر من إمكانياتك. نعم، تصويبة قوية يرسلها فريق غازي شمال عن طريق القائد. الله الله الله! غازي شمال يأتي بثاني الأهداف، يأتي بتصويبة قوية صعبة يركنها في الزاوية قبل
دقائق من النهاية يسجل ويقلب الطاولة من خاسر متأخر متراجع إلى منتصر متقدم مهاجم في هذه اللحظات. عودة من جديد لنفط البصرة بعد إن كان متقدما الآن يبحث عن التعادل، يبحث عن العودة. تمرير أمامية، الله الله الله، أي مباراة صعبة حتى الآن، حتى بتسجيل أهداف تأتي من حيث لا تتوقع، تأتي الأهداف من حيث لا تحتسب، من ركلة جزاء، من تصويبة من مكان بعيد. وأيضا هدف نفط البصر الذي جاء من كرة عرضية من القائد عبد الأمير إلى رأسية على طريقة الكبار من جانب باقر سجاد. مواهب لا زالت حتى الآن تقدم المزيد والمزيد، وتريد أن تتوج هذا المجهود بأداء ومباراة رائعة، تريد أن تتوج ما قدمته طوال هذه المسابقة، هذه المنافسة، هذا الدوري. يريدون ختام منافسات الدوري في مباراة رائعة ولا تنسى. أيضا تعود الكرة من جديد، الإبعاد في وسط الملعب عن طريق دفاعات فريق نادي غازي الشمال. تصل الكرة على جهة اليسار، مراوغة، مرور، توغل وعبور ومحاولات لا زالت قائمة، ولكن استعادة وسيطرة لغازي ولنفط البصرة للكرة. سقوط لأحد لاعبي فريق نادي غازي الشمال في وسط الملعب، يشكو يتألم من إصابة حتى الآن. تعود الكرة في وسط الملعب، تصل الكرة من جديد لنفط البصرة، تمرير أمامية، عملية الاستلام، تصل الكرة من جديد للاعب عبد الرحمن محمد. تعود الكرة إلى الأمام، متابعة من جانب الدفاع في وسط الملعب، وقف للاعب للاطمئنان على صحة اللاعب الذي لا زال ساقطا على أرضية الملعب. من هناك قيادة لفريق نفط البصرة من جانب المدرب علي حسن مولى، والمساعدين على عاصي وحسين محمد. الجهاز الفني للفريق في قيادة مستمرة حتى الآن، حتى اللحظة. استئناف للعب وعودة للمتابعة من جديد. اسقاط للكرة والعودة إلى الأمام، متابعة أمامية، الكرة تحولت، تصل الكرة من جديد لمصلحة فريق نادي غازي الشمال. غازي الشمال تصل الكرة من جديد عن طريق اللاعب عبد الرحمن محمد. عبد الرحمن خطأ على الجهة اليمين، يحاول عبد الرحمن يفتش عن طريق لتنفيذ المخالفة. كرة للأمام تلعب داخل منطقة الجزاء، متابعة على مشارف في المنطقة، تصويبة، متابعة من جديد، تصل الكرة في وسط الملعب، تمرير إلى الأمام، طالت الكرة وعادت على الجهة اليسار، تصل الكرة، متابعة حتى الآن متابعة، تصل من جديد لغازي الشمال. غازي الشمال يتقدمون، يحاولون، الكرة ترسل أمامية، متابعة من جانب الدفاع، تصل الكرة من جديد، محاولة لفريق نادي نفط البصرة، محاولة بناء هجمة سريعة لتدارك الموقف، للتعديل، للعودة من جديد، تمرير أمامية تصل، ولكن متابعة من جانب فريق نادي غازي الشمال. غازي الشمال إلى الخارج، الإبعاد والتشتيت للكرة. تعود الكرة من جديد إلى رمية جانبية، تصل
لفائدة فريق نادي غازي الشمال أو لنفط البصر عن طريق اللاعب عبد الأمين نزار. القائد يفتش عن طريق القائد حتى الآن، يمر يتوغل ينطلق عرضي، الله يا الله على فرصة خطيرة أيضا بذكريات الهدف الأول. يحاول في الكرة الماضية باقر سجاد وبالراس إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى ضربة مرمى. انطلاقة، محاولة خطيرة ومرور وتوغل، والقاضية الله على التصدي والإنقاذ من جانب رضا فاضل. فرصة خطيرة كانت لفريق نادي غازي شمال. أي تصدي، أي تألق، أي فرصة قد لا تتكرر وقد يندم على إهدارها وعلى ضياعها فريق نادي نفط البصرة. كرة للأمام وصلت من جديد، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، طالت وتحولت إلى رمية جانبية. رمية جانبية على اليسار. محاولة تمرير في وسط الملعب، تمريرة لنفط البصرة. لا زالت الكرة في وسط الملعب بحوزة اللاعب رحمن علاء. كرة تصل من جديد لرمية جانبية أمامية تصل لفريق نادي نفط البصرة. متابعة على خارج أرضية الملعب، محاولة لا زالت قائمة. تصل الكرة من جديد، متابعة حاضر على الجهة اليسار، محاولة تصويبة ولكنها إلى خارج أرضية الملعب، تحولت بعد ذلك إلى ضربة مرمى. ضربة مرمى تحولت لفريق نادي غازي شمال. كرة للأمام تصل من جديد في وسط الملعب، محاولة آخر الدقائق، آخر اللحظات سادتي الكرام والمتابعين. هنا لينزل الستار على نهاية منافسة رائعة طوال أيام هذه البطولة، بطولة الدوري تحت 14 عاما بين الأندية التي تشارك بإمكانيات واعدة، بإمكانيات رائعة، وأيضا مستقبل الكرة بأقدام هذه الأسماء التي تسعى لتقديم كل ما لديها من إمكانيات. مخالفة في وسط الملعب، مخالفة لنفط البصرة. كرة للأمام تنسى داخل منطقة الجزاء، متابعة من نفس المسافة تقريبا التي أرسل من خلالها اللاعب عبد الأمير نزار. الكرة الثابتة والتي استقبلها برأسية باقر سجاد، قوبلت برأسية رائعة من جانب اللاعب باقر سجاد، أودعها في مرمى عبد الحق خالد في مرمى غازي شمال. ضربة ركنية لمصلحة نفط البصرة في هذه اللحظات، لنفط البصرة ضربة ركنية عن طريق مسلم مرتضى. مسلم مرتضى ترسل كرة عالية، متابعة داخل منطقة الجزاء، راسية. الله 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 على فرصة خطيرة لفريق نادي نفط البصرة، ولكن تحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى لفريق نادي غازي الشمال. 4 دقائق كوقت محتسب بدلا للضائع، انقضى وانتهى الوقت الأصلي سادتي الكرام. 4 دقائق، هل سيستثمرها فريق نادي نفط البصرة بترميم النتيجة وتعديلها، أم لغازي شمال رأي آخر للاستمرار بهذا التقدم الثمين، بهذا التقدم الرائع، بهذا التقدم الذي أحدثه من خلال قلبه للطاولة، من تأخر وخسارة إلى تقدم وانتصار، عودة في وسط الملعب، عودة من جديد. 4 دقائق إضافية هل ستكون كافية ووافية لاستعادة الأمور، للسيطرة على الأمور؟ عودة في وسط الملعب، تمرير على الجهة اليمين، عملية الاستلام على اليمين أمامية، وصلت بتمرير ولكن قطع للكرة واستعادة من جانب عناصر فريق غازي شمال. غازي الشمال إلى الأمام، متابعة لا زالت قائمة،
تمريرة أمامية وصلت بالمتابعة من جانب نفط البصرة. تصل من جديد تمريرة من غازي شمال رائعة خطيرة، الانفراد التصدي، ولكن حالة تسلل في الكرة الماضية. بالرغم من هذا التصدي عودة من جديد أو لا وجود لحالة تسلل، لعبها بالسرعة، تعود الكرة من جديد، رمية جانبية. هذا هو لاعب عبد الرحمن محمد، رمية جانبية للنفط البصرة، كرة إلى خارج أرضية الملعب. ألف سلامة لاعب فريق نادي نفط البصرة اللاعب محمد علاء، يشكو من إصابة، وأيضا صدام يأتي مع اللاعب ألف سلامة مصطفى عبد الكريم. على جهة اليمين مخالفة في هذه اللحظات تأتي من عناصر فريق نادي غازي شمال في كرة ثابتة لعبد الله علي. عبد الله علي في كرة ثابتة، خطأ في مكان خطير وقريب. حكم المباراة عباس فاضل، عودة من جديد، خطأ على جهة اليمين، خطأ وعلى تنفيذ مراد خليل. مراد على تنفيذ هذا الخطأ، كرة ترسل عالية، متابعة من جانب الدفاع، عودة من جديد تصل في الخلف لمصلحة فريق نادي نفط البصرة. إلى الأمام لنفط البصرة، تعود الكرة من جديد، كرة أمامية، وصلت عملية الاستلام، المراوغة، السيطرة، التمرير، الاستلام، المحاولة، آخر الهجمات، آخر المحاولات لنفط البصرة. تمرير على اليمين، محاولة انطلاقة سريعة، ولكن الإبعاد يأتي من جديد. عبد الأمير نزار لعبها جانبية، افتقدها، عادت من جديد، تصل الكرة بمتابعة، لا زالت حاضرة إلى الأمام، تصل الكرة من جديد، محاولات لا زالت قائمة، تمريرة، ولكن الإبعاد يأتي من جانب الدفاع. عودة لفريق نادي نفط البصرة، وفي النهاية الإبعاد يأتي إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية. عبد الأمير على تنفيذ الرمية الجانبية، المحاولة في هذه اللحظات. تصل الكرة صافرة من هناك، وهو رسميا نعم، غازي الشمال بطلا للدوري تحت ال14 عاما بثنائية على حساب نفط البصرة، بانتصار مثير يحقق فرسان شمال وسط دموع تذرف من جانب المدرب محمد عمر، الدكتور محمد عمر، الذي ثابر واجتهد حتى وصل وحقق أول الألقاب. سادتي الكرام، لا تذهبوا بعيدا، سنلتقي عند منصة التتويج هنا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي. دمتم بخير والسلام عليكم.